ضيفتي اللي منوراني هي فنانة موهوبة جدا، والحقيقة أثقلت الموهبة دي بالدراسة. وعشان كده طلعت حاجات مختلفة جدا مميزة جدا، وهتشوفوها معانا حالا. سالي أحمد، صباح الفل عليكي، منورانا. نورك والله. وأنا يعني واثقة كده النهاردة إنه إن شاء الله الناس هتشوف شغل يعني مميز ان شاء الله. شكرا لحضرتك، ربنا يخليكي يا رب. تسلمي يا رب. طيب قولي لي، بدأتي يا سالي ازاي؟ انتي خريجة ايه؟ وبدأتي شغلك ده من امتى؟ تمام، انا خريجة كلية فنون تطبيقية، قسم منتجات معدنية وحلية. يعني ده اصلا تخصصي. فانا بدأت دراسة من يعني احنا بناخد سنة اعدادي، بتبقى سنة عامة في الكلية كلها بكل التخصصات. بعد كده بنبدأ نتخصص في سنة اولى. فانا اخترت الحمد لله قسم منتجات معدنيه وحلي، لاني كنت حباه جدا وحابه الشغل بالمعدن انت اللي اخترتيه صح؟ فبعد ما خلصنا اعدادي ودخلنا القسم، طبعا هو القسم فيه حاجات كتيره جدا غير الحليه. يعني في قسم منتجات معدنيه، وحدات اضاءه، ادوات منزليه وفندقيه، مكملات اساس وملابس. في حاجات تخصصات كتيره غير الحلي، وبندرس حلي طبعا في الكليه. يعني بعد ما خلصت، هو الحقيقه انا يعني تجربتي مختلفه شويه. انا بعد ما خلصت ما اشتغلتش خالص، قعدت فتره طويله جدا في البيت. كتير يعني 6 سنين 7 سنين كده في البيت بعد ما خلصت. اتجوزت وخلفت ما شاء الله 3 اطفال ورا بعض. فالدنيا يعني زي اي ست بقى بعد ما خلصت الكليه. يعني انتي درستي واتخرجتي وقررتي تبقي ست بيت هو الحقيقه ما قررتش قوي، هي الفكره بس ان هم ما شاء الله يعني انا اتجوزت على طول وجم ورا بعض. فكان قدامي تحدي كبير جدا بعد 6 7 سنين تخرج ان انا ارجع اشتغل تاني. كان الموضوع صعب جدا بالنسبه لي في الاول طبعا، ومع وجود اطفال في البيت وكده، بس الحمد لله يعني. طب بصي يا سالي، انت يعني اتخرجتي واتجوزتي وخلفتي 3 ولاد، يعني استسلمتي للامر الواقع ان الولاد بطبيعه الحال عايزين وقت، محتاجين مجهود، عايزينك تبقي دايما معاهم، خاصه لو هم صغيرين وجم ورا بعض. امتى اللحظه اللي جاتلك فيها فكره انه لا، انا مش هكمل حياتي كده، او انا مش هفضل بالطريقه دي، انا لازم اعمل شغلي الخاص بيا؟ تمام، هو الحقيقه اللي بيدخل كليه فنيه او يبقى ليه علاقه بالفن التشكيلي او اي فن بشكل عام، او بيكون بيحب حاجه معينه، بتفضل دايما مؤرقاه. حتى هو قاعد مستريح، لا هو حاسس ان هو مش عارف يبعد. فانا طول الوقت دوت، حتى لو انا قاعده بعيد خالص ومش مش في المجال خالص، بس طول الوقت حاسه ان انا لا، انا محتاجه ارجع. انا حابه المجال ونفسي ارجع اشتغل ونفسي يعني انتج في المجال اللي انا بحبه. فالحقيقه كان طول الوقت دايما عندي الارق ده. بالظبط كده. بعد كده طبعا الحمد لله، يعني لما الولد الثالث دوت كبر شويه، بدات بقى ان انا عنده كام سنه عشان بس نقول للستات نشجعهم؟ هو حاليا عنده 4 سنين ونص. 4 سنين ونص. بس هو يعني بدات انا بقالي 2 ونص. فالحمد لله يعني بدات طبعا. يعني الموضوع محتاج يعني سند، ما ينفعش خالص ان انا رايي يعني ان حد يبدا لوحده. لازم يعني كلنا في الحياه محتاجين حد يسندنا. مين الحد ده بقى ممكن يكون اب، ام، زوج، صاحب، صديق، المهم ان يبقى في سند. بالنسبه لك انت مين؟ انا بالنسبه لي طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى زوجي، يعني ربنا يكرمه. يعني هو فعلا شجعني جدا ان انا ارجع تاني واخد الخطوه ديت، وطبعا بمسانده اهلي كلهم ربنا يكرمهم يعني. وبرده لازم اشكر جدا اساتذتي في الكليه، لان هم شجعوني جدا. يعني انا رحت بعد سنين تخرج كتيره جدا، رحت اتناقش مع الدكاتره واقول لهم انا محتاجه يعني هرجع ازاي وازاي افتكر والحاجات دي كلها. كان ممكن بمنتهى البساطه يعني كلمه احباط واحده ترجعني البيت ما اشتغلش تاني. بالظبط. اللي هو لا، انت جايه روحي اقعدي بقى مع البيت واولادك ومالكيش دعوه باي حاجه تاني، وخليكي في اللي انت فيه. انما هم بصراحه لا، بفضل الله يعني هم ربنا يكرمهم ويجازيهم خير، يعني شجعوني جدا جدا وفتحوا لي سكك وفتحوا لي حاجات كتيره، ازاي ارجع وازاي افتكر التصميم تاني وازاي ابدا اشتغل يعني. والحمد لله يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا اسعى جدا. انا مقتنعه ان السعي ده في حد ذاته هو اللي بيجيب الرزق يعني. حقيقي. طب بصي يا سالي، انا عايزه ابدا بالقطعه اللي عجبتني جدا، والقطعه اللي انا بصراحه يعني هقول الحقيقه كسرتها لسالي وانا بتفرج عليها، لانها ما قالتليش ان هي مش ملزوقه الحقيقه. بصوا قد ايه بجد. هو احنا يعني كنا المفروض ان هي ما كانش عندك وقت. هي قالت ان هي بس دي لسه خلصانه. هي حتى انا يا رب بس ما تتكسرش. عامله صفحه على الفيسبوك وبنزل فيها شغلي الحمد لله، بس هي دي لسه مخلصاها حالا، حتى ما لحقتش تنزل يعني. ففي بقى كويس موجوده على البرنامج. لا كنت لسه يعني
بصوا قد انا بس ايه عشان هي كانت رائعة. عجباني فجبتها من قبل ما انا بس تخلص مش عارفه يعني. امسكها صح لان خايفه الحجر يقع مره تانية، لان خلاص. سالي نسيت وما كانتش لازقه. لا انا ما غلطتك نسيتش يا والله، ما سالي، مش نسيتش، انا كنت غلطتك. لسه جايباها بس اشرح عليها حاجه، انما هي بس كانت هايله. لسه اتشطبت. بصوا قد هي ايه الفكره ان حلوه. هي ديت يعني من الحاجات القطع الموجوده اللي هي سنتر بيس، ان هي يعني تصميمها مختلف ومتميز، مش طيب. موجود في الاسواق يعني. طيب فهمينا ليه مختلف ومميز، لان لما سالتك على القصه دي بره شرحتي لي، قلت لي ان دي قطعتين نحاس ومتركبين على بعض. تمام. هو احنا دلوقتي لما بنعمل فكره تصميم الحليه ايه، ان احنا بيبقى في فكره في دماغنا وبنحط عليها التصميم على الورق. ده برضو اللي بيميز الى حد ما حد دارس ودي اصلا دراسته، ومن حد تاني بيجمع مثلا حاجات جاهزه وبيجمعها مع بعض. هي انا بيبقى في فكره في دماغي ببدا اطبقها واحطها على الورق، بعد ما احطها على الورق كفكره بشوف كل قطعه فيهم بتتنفذ ازاي. التقنيه اللي بنستخدمها في الحليه تقنيات كتيره، في نشر بالاركيت زي اللي مع حضرتك ده ديت. النشر بالاركات اه يا ده جماعه. نشر بالاركيد، في قطع كتيره برضو هنا نشر بالاركيد، ده نشر بس فيها بعد الناحيه الثانيه هي فيها ملامس. ده كله بيبقى قطعه واحده بس وبنحط فيها الملمس زي ما هي كده. دي مثلا دي الملامس مش يا محتاجين. جماعه، شايفين يعني حاسين ان فيها بارز وغائر. بالظبط دي مش محتاجين بقى فيها نحط الحام او حاجه، هو تصميم بنستخدم معاه تقنيه واحده اللي هي النشر بالاركيد. في تصميم تاني زي اللي حضرتك مسكتيها في الاول دي، التصميم بيبقى محتاج مني كذا تقنيه، فلازم اكون انا عارفه التقنيات كلها واشوف انا محتاجه ايه. فالتصميم اللي حضرتك عاملاه ده اللي مسكتيه ده، ايوه الحته الكيرف دي معموله نشر لوحدها وملمس وبعد كده اتلحمت فوقيها. فطبعا طيب. كل ما كان اللحام مظبوط الى حد ما المفروض ان هو ما بيبانش عشان كده حضرتك ما خدتيش بالك هو اصلا قطعه واحده او قطعتين يعني. كلميني عن دي لانها حقيقي رائعه، وانا حاسه ان مبذول فيها يعني مجهود، فيها شغل. هي دي قطعة من ضمن مجموعة جديدة المفروض ان انا الحمد لله عاملاها، اسمها لكل دلاية حكاية، المجموعة يعني. ايه حكايه الدلايه دي دي يا سالي؟ الحكاية دي هي السند اللي انا بقول عليه. هي القطعة دي اسمها سند. هي القطعة دي الحمد لله شاركت في مهرجان للحلي والفن التشكيلي قريب. هي فكره ان زي ما بقول لك كده في حد لازم نسند عليه في حياتنا عشان نقدر ده نكمل. لازم اكيد. فهي بمنتهى البساطه بتصميم خطوط بس واشكال بسيطه ادت الفكره. انت عارفه ان انا لما دققت فيها واتفرجت عليها شويه، هي فعلا بتمثل السند، وشكله كده انا حسيت انه راجل وست والست سند عليه. هي بالظبط كده، هي ده المقصود بيها يعني. هي الست اهي، ازاي نقدر نعبر الست بخطوط اهي اللي بسيطه. تحت دي سند على الراجل اللي معاها وحضناه كمان. وحضناه. السند هي حجر السند فعلا. حجر عقيق برضو. كل ده انا يعني انا نشره ده لوحده وده لوحده لحمهم فوق بعض، الراجل والست يعني. طيب دي في كمان دي بقى دي رائعه. هي دي نفس الفكره برضو بس هي قطعه واحده يعني. دي نشر بالاركيت بس ما فيهاش لحام يعني. الملمس اللي تحت ده، ففي فرق بقى ما بين القطعه دي وما بين القطعه الاولانيه. في فرق ان الاولانيه دي كانت عاليه شويه، انما دي عشان هي منشوره بس بالاركيت ففيها الملمس على القطعه نفسها. بالمناسبه هو ده نحاس ومأكسد يعني. النحاس انا كنت لسه هقول لك الخامه دي ايه، او يعني المعدن ده ايه؟ ده نحاس حقيقي؟ بصي هو انا بشتغل الفضه ونحاس. يعني المعادن الثمينه في الموجوده دلوقتي طبعا الذهب، وبعديه على طول الفضه وبعديه على طول النحاس. ده طبعا يعني غالي جدا فبيبقى صعب ان احنا نشتغل فيه الا لو بطلب معين من حد يعني. الفضه برضو غاليه بس قيمه جدا جدا فبشتغل بيها، والنحاس بيديني بقى بدايل للفضه. طيب على تكون مميزه الفضه والاركات، نشر الاركات كمان ده ده بقى فيه نشر بالاركيت والحام يعني. الجزء اللي فوق ده ملحوم. ده تشكيل بالخط العربي. انا برضو بشتغل الحمد لله بالخط العربي اشكال يعني تكوينات حره، وفي نفس الوقت لو في مثلا طلب مخصوص من حد عايز يعمل هديه مميزه مش موجوده في اي حد يعني، ممكن نلاقي يعني ممكن نلاقي اسماء موجوده اسم واحد مثلا سالي هند اي حاجه موجوده. انما ان احنا مثلا عايزه انا وانتي صحاب فعايزه احط تكوين ما بين سالي وهند مع بعض، فممكن مثلا اسره تجيب لي اسم ولاد اسمها واسم ولادها وتقول لي حطيهم مع بعض. هو ده تكوين حر ده يعني. هو الشكل بس اللي بيكون الحروف مكونه تكوين، انما مش اسم معين. انما انا ممكن بعمل تكوين لناس مثلا عملت لهم حاجات كتيره اللي هو اسمها واسم ولادها واسم جوزها وكده. بصي يا سالي انا شايفه ان ده يعني مختلف تماما عن الحاجات اللي احنا شفناها قبل كده. هو ده حفر، وده القطعه الوحيده فعلا اللي معايا حفر بالاحماض وداخل فيه الاحجار.
هي برضو فكره السنتر بيس اللي هي القطعه دي انا لو حاولت اكررها يعني بنفس الشكل مش هتطلع هي هتتكرر. يعني خطوط عشوائيه. ففي ناس كتير تحب انها تبقى لافته قطعه مميزه مش موجوده في اي مكان تاني. زي برضو القطعه اللي هي في دايره كده هنا تقريبا. طيب طيب هي برضو قطعه لغاية لما تبقى نستعرضها كلميني عن ده كمان. هي دي نفس فكره بقى الخطوط اللي بنكون بينها كلمات. دي كلمه استودعك الله بتكوين فني معين. دي كانت اول حاجه اعملها بالخطوط الخط العربي على فكره. في بقى يعني انا بعمل يعني كلمات معينه استودعك الله، الله خير حافظا. بحاول على قد ما اقدر ان هو ما يبقاش الخط المعتاد، يبقى حاجه مختلفه. يعني هي القطعه دي اللي انا قصدي عليها اللي هي الدايره اللي هناك دي. دي لا اللي جنبها دي اهي. دي يعني سنتر بيس تماما. انا نفسي لو حاولت اجربها اعملها تاني نفس التشكيل ده كده صح؟ بالظبط. ولو قربنا عليها نلاقيها فعلا يعني مختلفه جدا وليها شكل جمالي مختلف. ممكن نعدلها بس نعدلها. دي عباره يعني هي قرص نحاس وعليه تشكيل بالملامس بالشاكوش والمتقاب اللي هو اللي بيخرم بس بالاكسده. لما اكسدنا النحاس وكشفنا حتت معينه ادت شكل جمالي مختلف مش ما بيتكررش يعني. فالقطعه دي بتبقى يعني لعشاق التميز شويه يعني، لانه مش هتعرفي تكرريها مره تانية. مظبوط. طيب ده كمان فظيع. ده مستوحي من العماره الاسلاميه يعني والتراث. هو ده برضو شارك في مهرجان حلي التراث المعاصر. ازاي نعمل منتجات تراثيه بس مش الموجوده التقليديه اللي هي نجيب الزخارف ونحطها على طول كده وتبقى هي منتج تراثي. لا يعني احنا نعمل ازاي تكوين جديد مختلف بلمسه عصريه بس يكون مستوحى من التراث. لان احنا عندنا الحمد لله التراث يعني مش موجود في اي مكان تاني. يعني تراث مصري قديم وتراث اسلامي. بالظبط. سالي المعدن هنا ايه؟ ده نحاس. ده نحاس مأكسد. ويعني هو النحاس ميزته ان هو بيبقى على لونه كده جميل جدا لوحده حتى لو قدم. زي حتى احنا كنا زمان جداتنا بيستخدموه وبيفضل على رونقه حتى لو قديم. وفي نفس الوقت هو بينفع يطلي. ينفع يطلي فضه، ينفع يطلي ذهب، ينفع يطلي بلاتين، ينفع يتأكسد يدي لون اكسدي، يدي لون اكسدي احمر اصفر. وفي نفس الوقت هو جماله ان هو يعني دايما بيحتفظ حتى لو طفى شويه بسلكه مواعين او بحته صنفره بيرجع تاني بيلمع مهما قدم يعني. وده اللي بيخلي قطعه الحليه اللي احنا بنعملها مميزه شويه حتى في استخدام الخامه. يعني مش الاكسسوارات المستورده من الصين اللي هي حاجات خامات رخيصه وبنعمل منها اي شكل عادي فبتبقى ثمنها رخيص. ده ايه ما كلمتنيش ده ضمن مجموعه التشكيل بالسلك. التشكيل بالسلك ده ميزته ان هو تقنيه سهله جدا ينفع اي حد يشتغل بيها حتى لو مش متخصص. اي حد يتعلمها بالظبط. هو الحمد لله انا بشتغل في التدريب بدي كورسات كل تقنيات الحلي من اول التشكيل بالسلك زي دوت لحد اللحام ولحد الريبوسيه ولحد النشر بالاركيت. طبعا التقنيات المحترفه بتبقى للكبار اكتر يعني. انما السلك بديه للاطفال والكبار من اول 8 سنين بيقدر يعمل خواتم زي دي. احنا في كليه فنون تطبيقيه بندي الكورس ده وبيبقى مميز جدا جدا وبنعمل لهم معرض والاطفال بيبقوا طالعين نتائج هايله. كل الخواتم دي والدلايات دي ده شغل متدربين صح؟ لا ده شغلي بس مع يعني مع المتدربين. يعني المتدربين هم بياخدوا القطعه بتاعتهم مش باخدها انا. هم بيخلصوا وبياخدوا المنتج بتاعهم. مشكله بقى الاكسسوار دايما يدخل جوه بعض مش عارفه تفكيه بس ازاي. دي دلايه صح؟ دي دلايه. انا معظم الحاجه بسيبها علشان اختيار العميل هو يلبس انهي لون. بسيب له القطعه وبجيب له الجلده او القطان اللي بيلفوا بيه. هو بقى اللي يفكر. الخواتم بقى والدلايات دي مثلا دي دلايه برضو من السلك. دي دلايه؟ دي دلايه. ممكن تبقى برضو حلق لو عملنا واحده ثانيه. دي كمان نفس الفكره. لسه اقول لك ممكن تبقى حلق كمان. كل ده بنديه في كورس التشكيل بالسلك. فالمتدرب بيبقى جاي يعني خايف من المعدن، خايف من الادوات اللي بنستخدمها القصافه والزراديه والحاجات دي. يعني بيبقى مش متخيل ان هو ممكن يطلع منها حاجه. انما الحمد لله بفضل الله يعني من اول مره بيطلع منتجات هو بنفسه بيبقى يعني مروح البيت ومبسوط بيها يعني. ده حلق يا لا ده دلايه برضه. دلايه. وممكن هي اي حلق بالظبط اي قطعتين تبقى حلق يعني. في هنا ده تصميم بسيط خالص بس الفكره ان هو برضو يعني البساطه ليها ناسها يعني ليها ذوقها. بالظبط. مش كل يعني انا بحاول انوع في التصميمات ان هي تناسب كل الاذواق. يعني ده حجر فيروز وعلى يا دوبك بس بجد رائع. زي ده كده برضو نفس الفكره وحجر وعليه بس تشكيل بسيط اوكي.
يا دوبك التاتش النحاس مدي مع تأثير مع الحجر، ف بمنتهى البساطة نقدر نعمل قطعة جميلة، مش لازم نبهرج طيب انا عايزه نتكلم على الشغل اللي موجود على الترابيزه، نبدا نجيبه وتكلميني عنه لانه كمان في حاجات مميزه قوي. قولي لي في ظل دوشه الولاد وكده والبيت، انت بتلاقي وقت ازاي تعملي الحاجات الحلوه دي؟ ربنا يخليكي. هو والله يعني الواحد يعني بيحاول يعني ان هو يعني طبعا بعد الاستعانه بربنا سبحانه وتعالى وبالاهل بيحاول ينظم وقته الى حد ما، يشوف الاولويه في الحياه دلوقتي. يعني ممكن في فتره من الفترات تبقى الاولويه هي طبعا الاولويه للبيت والاولاد في كل الاوقات، بس مثلا فتره امتحانات، فتره مذاكره الولاد، فتره لا قدر الله تعب او حاجه، فبيبقى خلاص انا برحي جزء معين عشان الجزء الثاني. في فتره ثانيه مثلا عندي كورس معين عايزه انجزه، في فتره مثلا عندي امتحانات في الماجستير او كده، بحاول ان انا لا يعني ممكن مثلا الاكل بتاع الولاد نجيب حاجه جاهزه من بره، مثلا نعمل الواجب بسرعه بسرعه. فيعني الواحد مش دايما طول الوقت هو كل حاجه الست بالترتيب المصريه يعني. ست شاطره جدا ربنا يخليكي. وبتعرف يعني بالظبط. توائم وهو امورها طول الفكره الوقت. في التوازن، الواحد يقدر صحيح. يعني هي الست ينوع. المصريه يعني استاذه في ان هي بالظبط تعمل بالظبط التوازن ده. فعلا. وعشان كده يا جماعه جيبوا لنا البلايه اللي قبل كده اللي هي اللي ليها حبايب. قصه وحكايه. ها هي دي. لا هي دي حبايب. ممكن نجيب الدلايه اللي اتعرضت من دقيقه؟ ايوه هي دي. احكي لي بقى هي قصه دي. الدلايه دي بما اننا بنتكلم على الست المصريه. بالظبط. هو كان في يعني بمناسبه يوم المراه العالمي كان في معرض انا كنت مشاركه فيه. الفكره ان انا حاسه فعلا بالست قوي، يعني حاسه ان الست فعلا خصوصا في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، الست مطالب انها تعمل حاجات كتير قوي قوي ومجهود كبير عليها، بس هي طول الوقت بتبقى قد التحدي. صحيح. فهي قطعه اسمها قد التحدي، يعني هي تشكيل بالخط العربي. الكلمه قد التحدي هو خط حر مش خط كلاسيك يعني. وفي نفس الوقت الناحيه الثانيه هو جزء من يعني من مخها اللي هي دايما عليه ملمس بالشاكوش كده، ان هي يعني عيني على عليها طول مخها شغال. بالظبط. وفي ضغوطات كتيره حواليها، بس مهما كل الضغوطات دي هي قد التحدي. والحجر اللي تحت ده موجود زي كانه في تحت في سجن او في قيود حواليه، بس هي تقدر انها تطلع منه انها وتقدر هي قد التحدي. بالظبط. وتقدر تقاوم وتطلع حاجات تبهر العالم يعني. هايله الفكره نفسها يعني بتتكلم. واللي بعدها بقى معلش انا كنت عايزه اشرحها برضو، لان هي برضو من ضمن مجموعه لكل ده اللي هي حكايه، وانا حقيقه حباها جدا من اكتر الشغل اللي حبيته يعني. القطعه الثانيه هي اسمها حبايب. طب كلميني على دي. اسمها حبايب. هي برضو فكره التصميم اللي بيعبر بخطوط بسيطه جدا عن الفكره فهي ده تشكيل بالسلك، راجل وست ومعاهم طفل صغير بيرمز للاسره يعني. وبرضه الملمس هنا مدي تاثير الضغوط اللي عليهم، بس هم في نفس الوقت هم حاضنين بعض وماسكين بعض وحبايب، يعني قطعه اسمها حبايب. وطالعين من يعني من تحت كده ان هم زي بيظهروا يعني كانهم زهره او حاجه طالعين من وسط الضغط اللي عليهم، بس هم طالعين مع بعض وحاضنين بعض في نفس الوقت. حلوه ان كل دلايه يبقى ليها فكره يا سالي، يعني ما هياش مجرد بس قطعه بتتلبس، لا ده هي بتحكي حكايه. بالظبط. هو ده يعني الفرق ما بين التصميم وما بين التجميع. هي التصميم هو عباره عن مجرد فكره بتتحط وبتقدر تنفذها عملي يعني. انما مش مجرد ان انا بجيب حاجات جنب بعضها وبجمعها وده يبقى اسمه تصميم يعني. صحيح. طيب ده ايه؟ ده فن شفتشي، تقنيه مختلفه تماما واكثر احترافيه من تقنيات تانية كتيره، لانها بتحتاج دقه عاليه جدا جدا ومهاره وصبر شديد. هي بتبقى ليه بقى؟ عباره ليه هي عايزه دقه ومهاره وصبر؟ لان هي يعني الشكل الاطار الخارجي ده مش حاجه جاهزه واحنا بنحط عليها، ده هي احنا بنصممه وبنعمله الاطار نفسه، وبعدين بنحط فيه التشكيل بالسلك الرفيع جدا، بنشكله لوحده وبعدين بنلحمه على بعض. فهي القطعه بتبقى من عدم يعتبر يعني حاجات السلك لوحده متشكل وبعدين بنلحمه في حاجه في دقيقه الإطار. جدا تقصدي؟ بالظبط. يعني هو كده محتاجه وقت ومجهود. طبعا يعني هو بيبقى سلك قد الشعر كده بنشكل منه الوحدات الملحومه دي، يعني هي الوحدات دي متجمعه مش عشان تعمل شكل الورده او تعمل شكل الموجود يعني. طيب فرجيني على الخواتم كمان اللي قدام. الخواتم ديت برضو فكره البساطه، فكره ممكن تمسكيها واحده هنجيبها. ان هو ازاي بشكل بسيط بتشكيل السلك نقدر ده برضو كل ده شغل اوكي الورش. ايوه احنا هنجيب، بس ارفعي ايديكي.
يعني هي برضو اذواق، يعني في حد ممكن يلبس، انا شخصيا بلبس الحاجات دي، ممكن حد يقول دي بسيطه وجميله وانا هلبسها وشكلها جميل، في حد تاني يحس انها يشوفها بسيطه. صغيره اه قوي. بالظبط، بس هي في الاخر يعني لولا اختلاف الاذواق لبارت صحيح، السلع. ده حقيقي. يعني انا دوري كمصمم ان انا يعني انتج تحاكي بالظبط كل بالظبط. الاذواق، ما صح. يبقاش يعني ما تبقيش محدوده في متاحه بالظبط. تصميماتك. متاحه لاي حد حابب يلبس حاجه جميله ومميزه انا اديها له يعني. مم. عشان كده انا بحاول انوع في الاشكال وفي الخامات، وبعمل فضه، بعمل نحاس، بعمل حاجات بسيطه، بعمل حاجات معقده مش اي حد يفهمها، فيعني علشان احاول طيب احاكي. سالي، كتير من البنات والستات دلوقتي بيشتغلوا في الاكسسوار وتصميم الاكسسوار، ولكن يعني ده يمكن يكون سؤالي الاخير، ايه اللي يفرق سالي احمد خريجة فنون تطبيقية عن حد تاني هو ما درس بس هي عنده القصة مجرد هواية؟ هو الفكره ان انا دارسه تصميم الحلي في الكليه اكاديمي، فانا اعرف ازاي اعمل تصميم مثلا بالخط بالكتله والفراغ، اعمل يعني دارسه اساسيات التصميم اللي تاهلني ان انا اعمل يعني تصميم يكون متوازن وشكله جميل في نفس الوقت ومختلف. وفي نفس الوقت انا دارسه التقنيات اللي هي انا اعمل بيها تصميم، انا دارسه كل التقنيات، بس ممكن اعمل تصميم جميل بالسلك بس، ممكن اعمل تصميم جميل بنشر الاركيت بس، ممكن اعمل تصميم بكل التقنيات دي. فانا اللي بتحكم في التقنيه، مش مجرد ان انا مثلا عارفه تقنيه وبشتغل بيها اي صحيح. حاجه وخلاص. انا اللي بتحكم التصميم بتاعي يناسبه اي تقنيه يعني. متهيألي هو باين، يعني هو الشغل شكرا. بيتكلم عن نفسه. سالي انا بشكرك جدا، انا ميرسي، شكرا لحضرتك نورتينا. جدا جدا. وانبسطت جدا معاكي النهارده، وبجد حقيقي الشغل زي ما بيقولوا كده ليه طعم.